نشوف طبعا الهدف بالبدايه بالسرعه العاديه بتاعته، وبعد كده نقف مع بعض كده وقفه كده عشان نبين مين الغلطان. هنا اكرم توفيق ده اللي في نص الملعب، المفروض اللي بيعمل تغطيه ورا خالد عبد الفتاح الباك يمين اللي مضروب اتنين ضاربينه فعليا في الباك الرايت، يعني كده خالد عبد الفتاح اوت اوبوزيشن. نكمل الكرة عادي. بعد ما اتلعبت الكرة بالعرض نقف هنا بقى نشوف اشرف داري المفروض يكون حاضن المهاجم ده. كل لاعب مع لاعب، المهاجم المفروض يكون مع المدافع او المدافع لازم يكون في حضن المهاجم. طيب احمد كوكا واقف وقفه سليمه مفيش اي مشاكل، اكرم توفيق راجع يعمل التغطيه ورا خالد عبد الفتاح. تمام لحد هنا. هنا يحيى عطيه الله ورامي ربيعه كل واحد معاه مان. الوحيد اللي استلم الكرة كان المهاجم اللي حط الكرة اللي هو بتاع اصلا اشرف داري. نكمل الفريم اللي بعد كده ونشوف ونحكم مين اللي غلطان في هدف بالشباب بلوزداد مع النادي الاهلي. وهنا طبعا شات المهاجم، طبعا كرة سهله جدا جدا. شوف وضعيه محمد الشناوي في ماسك الكرة، المفروض كان يمسك الكرة والكرة وايده الثانيه على الكرة من فوق علشان تتمسك. طيب نشوف هنا وضع احمد كوكا واشرف داري ورامي ربيعه، اقرب واحد للكرة هو في المتابعه الكرة الثانيه المفروض هنا احمد نبيل كوكا او كوكا بتاع النادي الاهلي، المفروض هو رقم 36 اللي واقف ده هو اقرب واحد للكرة. لكن نكمل الفريم ده ونشوف كوكا هيعمل ايه. هيقف وقفه غريبه جدا جدا جدا، واللي هيدخل يكمل اشرف داري. نكمل الكرة هنا. بصوا نقف هنا بقى، مين اللي راح للكرة؟ اشرف داري زي ما قلت لحضراتكم. واحمد نبيل كوكا واقف وقفه غريبه جدا، لامم ايده كده ومعرفش، مع ان هو كان اقرب واحد انه ممكن يعمل تاكلينج على الكرة قبل المهاجم بتاع شباب بلوزداد. نكمل اللقطه ونشوف من زاويه تانية هتبين الكلام اللي انا بقوله. نشوف اللقطه اللي بعدها هنا بالظبط، نقف هنا بالظبط. شايفين اشرف داري عاطي طبعا ظهره لمحمد الشناوي، لكن احمد نبيل كوكا واقف بجنبه، يعني هو اقرب واحد للكوره في الكوره الثانيه اللي هترد من محمد الشناوي. اكتب انت بقى في التعليقات من وجهه نظرك مين يتحمل خساره النادي الاهلي او هدف شباب بلوزداد في النادي الاهلي اكتر لاعب في النادي الاهلي. وما تنساش لو عجبك الفيديو بتاعنا وحلقتنا النهارده اعمل لايك واشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد في حلقتنا.